يلا يا حلوين، عاملين ايه؟ راجعين من الشغل مستعجلين. احنا الاكله دي بنحبها قوي، فراخ مشويه وسلطه خضراء كده ورز. فعلا ما بتاخدش وقت خالص وما بتاخدش كمان اي مجهود، وتعمليها بسرعه بسرعه كده وبتطلع احلى من بتاعه بره. هقولك على شويه تريكات هتطلع معاكي طريه ومش تنشف معاكي في الفرن خالص. شايفين لون الفراخ حلو ازاي وطريه من جوه وطعمها تحفه. التتبيله دي بقى انا معتمداها بقالي كتير وعن تجربه، جربيها وانا واثقه ان هي هتعجبك جدا. اول حاجه طبعا طلعت الفراخ ونقعتها وسبتها منقوعه جنبي، وجبت بصلايه وطماطمايه وكمان حبايه فلفل رومي، ولو حابه فلفل حامي حطي. بعصر عليها كده ليمونه كبيره زي ما انت شايفه كده، وبنزل عليها بمعلقه من العسل. لو ما عندكيش عسل تحطي معلقه من دبس الرمان، اي حاجه منهم موجوده هتمشي عادي جدا. معلقه صغيره من معجون الطماطم، انا هنا هعمل فرخه كبيره، ومعلقه ملح ومعلقه من الفلفل الاسود، وكمان بحط توم باودر وبصل باودر، نص معلقة من القرفة ونص معلقة من الكمون. بنزل عليهم بمعلقة كبيرة من المستردة. الحاجات دي بتخلي طعم الفراخ حلو قوي والتتبيلة كمان قوية. شوية خل كده معلقتين كبار، وكمان معلقتين كبار من الزيت. هقفل بقى الكلام ده كله واضرب المكونات دي في الكبة حلوة قوي، تخليها ناعمة كده، وهي اصلا التتبيلة بتشرب منها وبتبقى قوية جدا. بعد ما نقعنا الفراخ سيبناها تتصفى، ظبطي الملح بتاعك. انا احتاجت معايا نص معلقه ملح كمان، لاني ما كنتش هسيبها في التتبيله وقت طويل، فعايزاها تشرب من ملحها كويس قوي. جبت بقى الفراخ بعد ما غسلتها كويس وصفيتها. الفراخ دي متقطعه شوي، يعني الفرخه متقطعه 12 قطعه، وطبعا مفتحاها كويس ومغزغزاها، والدبابيس بتاعتها فتحاها حلو جدا. هنزل عليها بقى بكميه التتبيله دي، وابتدي بقى اعمل لهم مساج كده ودعكيهم في قلب بعض عشان تشرب من التتبيله حلوه قوي. طبعا كل ما تقعديها في التتبيله كل ما هيبقى احسن. نزلت عليها بنص معلقه صغيره كده من الثوم المفروم. كل ما هتقعد في التتبيله كل ما هتبقى احلى. انا ما سبتهاش يعني ساعه بس في التتبيله دي، تقدري تعمليها من بالليل لو عايزه. انا كنت مستعجله جدا، سبتها ساعه قبل ما غيرت هدومي وكنت راجعه من الشغل. وبعدين جيت بقى حطيتها على شبكه، وتحت الشبكه طبعا اي صينيه او صاجة الفرن، وهنزل على في الصينيه دي بشويه ميه مغليين عشان الفراخ ما تنشفش منك. ما تسمعيش بقى كلام اي حد بيقولك شغلي الفرن من تحت بس، الفراخ هتنشف. انا بشغل الفرن من تحت ومن فوق، وبحط الفراخ في نص الفرن. الشبكه دي بتحطيها في نص الفرن، ومولعه الشوايه ومولعه الفرن من تحت ويسخن كويس جدا. لو ولعتي الفرن من تحت بس، الفراخ قبل ما هتبتدي تستوي هتكون نشفت منك. لازم تولعي الاتنين مع بعض، وهتولعي الاتنين مع بعض وهتاخد معاكي لون وهتبقى حلوه جدا. الفراخ بيضه ومقطعاها 12 قطعه وفتحها كويس، ما اعتقدش ان هي تاخد اكتر ابدا من نص ساعه في الفرن. تحطيها في الفرن وتولعي الفرن من تحت ومن فوق. انا ولعت الفرن من تحت على درجه حراره 180، ومن فوق كده حراره متوسطه، لحد ما ابتدت تاخد لون، وكنت بقلبها. بتطلع لونها حلو قوي وبتطلع طريه من جوه ومش ناشفه. لو شغلتي الفرن من تحت بس وسبتيها لحد ما تاخد لون هتنشف. لو ما بيولعوش الاتنين مع بعض، هتشغلي الفرن من تحت بس ربع ساعه، وهتبتدي تولعي عليها الشوايه لحد ما تاخد لون من ناحيتين. شايفين بقى لونها حلو وطعمها حلو وطريه. في الوقت اللي هي فيه في الفرن في النص ساعه دي هتعملي شويه سلطه وشويه رز، وبألف هنا وشفا. متنسيش بقى اللايك والشير للفيديو، وباي باي.